السلام عليكم. اليوم غنجربوا واحد لاكتيفيتي جديده هي خط العربي. كاين 3 الانواع ديال الخط المغربي، واليوم غادي نتعلموا غير واحد باش نعرفوا لي باز، وعاد ديك الساعات نشوفوا واش نقدروا نديروا الخطوط الاخرى. الاتيلي ديال اليوم كان قرار ديال تسامح لمحاربه الهاتف، بما اننا ما كنسافروش 2 موا ديال العطله كامله. أستاذتنا لورشة اليوم هي الخطاطة سعدية القراري، خطاطة متمكنة ما شاء الله. قدرنا في يوم واحد نتعلموا لي باز ديال الخط المغربي، شرح متبسط. نخليكم مع الشرح ديال الأستاذة. العثماني، حيت حنايا ديجا فاش كنا ملي كنا صغار يقول لك الخط العثماني، هذا اسم خاطئ ماشي صحيح. الخط المغربي، الخط المغربي كيتسمى الخط المبسوط المغربي. الاسم ديال الخط العثماني جاء من كيتسمى بالرسم العثماني، اللي هي من عثمان بن عفان رضي الله عنه. ملي كان عندنا الفتح ديال الفتوحات ديال الاسلام، اللي كانوا كيدخلوا الاسلام للدول العربيه ما بين مصر والجزائر وهذا، وصلنا للمغرب الاندلس، كيكون عندنا الناس كيكونوا مكلفين باش يوصلوا لنا القران. واول حاجه اللي تكتب بها اللغه العربيه اللي هي القران. هذاك الشيء علاش اقدس حاجه واجمل حاجه عندنا حنايا في اللغه العربيه هي الخط كيتميز بها القران. هذه هي الحاجه الوحيده باش